الجنود على أتم الاستعداد يا سيدي. المعركة مش مجرد حرب على قطعة أرض، احنا بنحارب علشان كرامة كيميت وشعبها. ايه ده؟ انت مين؟ وازاي دخلت القصر؟ فين الحراس؟ الحراس مالهمش ذنب، هم ما يقدروش يشوفوني. ازاي واحنا شايفينك؟ أنا جاي ليك تحديداً يا سيدي. أولاً بحييك على شجاعتك وبحذرك. انت مين علشان تحذر الملك؟ استنى يا قائد، تحذرني من ايه؟ من اللي هيحصل في الحرب اللي انت داخلها. مش دايماً الخير ولا صاحب الحق هو اللي بينتصر يا سيدي. ممكن ما ينتصرش في جولة أو اتنين، لكن في النهاية لازم ينتصر. يعني انت مستعد تخسر في جولة من الجولات دي حياتك؟ اعتبرها فرصة تراجع نفسك. انت بتهدد الملك؟ سيبه يا قائد الحرس. هسألك سؤال، لو شخص احتل بيتك وقعد جواه وعاوز يطردك منه، هتسيبه وتقول له خلاص، ولا هتدافع عن بيتك حتى لو عارف انك ممكن تموت؟ انت مثال للملك المحارب الشجاع. كل اللي اقدر اقوله دلوقتي هو ان اهتمامك بتدريب واستعداد اولادك كاموس واحمس هو اعظم شيء ممكن تقدمه لكيميت. بس احنا لحد دلوقتي ما عرفناش انت مين.